خالقي من جديد. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على عالم مرام قدر. اليوم راح نشارك معكم وصفة من وصفات أو إحدى وصفات لا كريم فريش أو الكريمة السائلة الخاصة بالطبخ. مكوناتها جد بسيطة ومتوفرة في كل بيت. وش نحتاجه في هذه الوصفة؟ يلا نروح نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. انا هنا جبت طاسه البراميكسور، درت فيه كيس زيت، اي كيس تقدري تكيلي بيه، بالكيس بالفنجان باللي تحبي. نفس الكيس كيلت بيه كيس حليب عادي من الثلاجه عادي، اي حليب متوفر عندك. ومغرفه تاع اكل خل ابيض، من الاحسن يكون الخل ابيض. وضفت لهم مقدار مغرفه تاع قهوه مطارد، ورشه ملح، وثلاثة حبات فرماج بورسيون، اي فرماج متوفر عندك. ونجيبوا البراميكسور ونميكسوا المكونات هذه جيدا. الا ما عندكش البراميكسور تقدر تديري في الاشوار، ما عندكش الاشوار تقدر تديري في البلندر، واي روبو تقدر تديري به الوصفه هذه وتصلح لك. ونحن نميكسوا فيها الخليط تاعنا هذا وقاعد يتضاعف كما راكم تلاحظوا. الوصفه هذه او كريمه الطبخ هذه ماهيش خاصة بالحلويات، خاصة بالطبخ. نستعملوها في البوريك، في ليكيش، في ليغراتان، في البيتزا. ماهيش خاصة بالحلويات، دقائق فقط وكلنا كملنا الوصفة تاعنا. شوفوا القوام تاعها كيفاش راهو ثقيل كيما راني حبيته انا بالضبط. شوفوا القوام كيفاش راهو ثقيل بكميات جد بسيطة، مكونات جد بسيطة عفوا، متوفرة في كل بيت. درنا كريمة سائلة خاصة بالطبخ بكمية لباس بها وتجينا خير من تاع المحلات. شوفوا القوام ثقيل كيما اللي راني حبيته. نفرخها معاكم ونزيدو نشوفوا قوامها ونحن نفرغوا فيها. شوفوا القوام تاعها كيفاش راهو ثقيل، وعلى قد ما تخليها على قد ما تزيد تثقل اكثر. الكريمه السائله الخاصه بالطبخ هذه نديروها في بورت مونجي ولا علبه زجاجيه او بلاستيكيه ولا قاروره زجاجيه ولا بلاستيكيه، نغلقوا عليها ونحطوها في الثلاجه مده الاحتفاظ 15 يوم. وصفة اليوم جد سهلة بسيطة، خبوا الوصفة رمضان نحتاجوها أكيد. شوفوا الكمية اللي مازال تعطينا كمية لباس بها. كانت هذه وصفة اليوم، نتمنى تجربوا الوصفة. إلى هنا ينتهي لقائي بكم، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى الملتقى وإلى اللقاء.